السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدي الكرام على قناة فرح شانال. في هذا الفيديو غادي نحضروا شلاضة صحية وزوينة بزاف، كتجي لذيذة. نمروا نتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. اول حاجة غادي نحتاجوا الخضرة، عندي هنا الباذنجان وعندي الفلافل. الا ما عندكمش فلفله هاد الكبيره تقدروا تستعملوا الفلفله العاديه اللي شفتوا معايا وريتكم في الفيديو. وعندنا الكورجيط او القرعه خضراء او القريعه. مهم كناخذهم وكنقطعهم على هاد الشكل، كنقطعوهم على شكل اصابع، ما نديروهمش غلاط بزاف وما نديروهمش رقاق. غادي نضيف عليهم زيت الزيتون ونضيف عليهم شويه ديال الملح ونخلطهم مزيان. في هذا الوقت انا مشعله الفرن على 190 درجه من الفوق ومن التحت. من بعد ما غادي ندخل هاد الزيت والملحه في هاد الخضيره كيف ما تشوفوا، غادي ندوز باش غادي نستفها في واحد اللاطه اللي ندخلها الفران. غادي نخليها حتى طيب على خطرها على 190، نحضيو معاها باش ما تحرقش لينا. وفي هاد الاثناء غادي ندوز باش غادي نحضر الشرموله ديال هاد الشلاضه. عندي هنايا بصله صغيره، بصله حلوه هاد البيضه، اللي بغيتو ديروا حتى البصله الحمراء ممكن. تنشلضوها مزيان، نقطعوها اطراف صغار. وعندي هنايا المعدنوس. غادي نحتاج شويه ديال الملح. عندي الفلفل الاسود او الابزار، ممكن تستعملوا الفلفل الحار. غادي نحتاج الكمون. بالنسبه للكميه ديال التوابل تتبقى على حسب الرغبه ديالكم وعلى حسب الكميه ديال الشلاضه اللي غادي نتحضروا. عندي هنايا الثوم بودره، واللي ما توفرش عندها تاخذ واحد ربع الريوس ديال الثوم وديرهم في اللاطه مع الخضره، ندخلهم للفران يتشواو. غادي نحتاج نص حامضه، هنايا عصرتها العصير ديال نص حامضه او ليمونه. وغادي نضيف زيت الزيتون ونضيف هنايا كميه معقوله من زيت الزيتون. هاد الشلاضه راه كتجي زوينه بزاف، كتجي لذيذه، كتجي صحيه، تجي اكثر من رائعه. تقدموها مع الاطباق ديالكم في المناسبات ولا مع وليداتكم، كتجي شي حاجه زوينه بزاف، وانا متاكده الا جربتوها غادي توليو مدمنين عليها. كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما تشوات ليا الخضره في الفران كتولي طيبه مزيان، كطيب كلها صافي. غادي نضيف هاد الخضره نحطها على هاد الشرموله وكنخلط كل شيء باش تدخل ليا هاد التوابل في هاد الخضره. كتجي شي حاجه اكثر من رائعه. انا صراحه جربتها ولات عندي معتمده ضروري، وبالاخص في فصل الصيف ملي كتكون متواجده القرعه والباذنجان والفلفله كتكون موجوده وكتكون شويه رخيصه، وصراحه الله كتجي مناسبه. وحتى في الصيف اكله خفيفه كتجي زوينه بزاف ولذيذه. نتمنى وصفه اليوم تنال اعجابكم. شكرا على الدعم ديالكم وشكرا على التشجيع ديالكم، ودائما كنشكركم على المتابعه ديالكم. الى وصفه قادمه بحول الله، بسلام عليكم.